بخطوات بسيطة جمعت عيال اخواتي في البيت وخليتهم يقعدوا يلونوا البيت بشكل اشكال يطلعوا كل الطاقة اللي جواهم. عايز اقول لكم فرحة جميلة، ويعتبر متكلفتش حاجة، ان كده كده البيض هو عندي وبالمكونات اللي موجودة عندي. انا كنت قبليها كنت عايزة اعمل كيك، فقلت ايه، هستغل البيض من بره، انا بس هفضي البيض من جوه، هستغل المكونات هعمل بيه كيك، لكن البيضة من بره هخليها للعيال يرسموا عليها بالالوان الميه. بصوا طريقه البيض ان انا ازاي افضيه عشان استغله واخلي العيال يرسموا عليه. طريقه سهله جدا. بجيب اي سكينه واقعد يعني اعمل يعني دبدبه كده على البيضه بالسكينه من فوق ومن تحت. هلاقي لازم افتحها من فوق وافتحها من تحت. اول حاجه بلاقي البياضه بتنزل وحديها الاول، بعدين الصفاره. بصوا انا مش بحفر بالسكينه، انا بس بدبدب عشان انا مش عايزه البيضه تتكسر كلها او تتشرخ، انا عايزه البيضه تبقى سليمه بس مفتوحه من فوق ومفتوحه من تحت. يا ريت اختار سكينه تكون مدببه شويه، مش فيها سن قوي، عشان اكون بعرف يعني ايه اكسر البيضه شويه من فوق. يعني بصوا يعني حاجات خبطات بسيطه جدا، مش جامده، بس كذا خبطه ورا بعض لدرجه بفتح خرمه صغيره من فوق، وبرده نفس الكلام من تحت. يعني انا لو فتحتها من ناحيه واحده انا بحس يعني كانه الهواء بيضغط على البياضه من فوق، وكل الحاجه اللي جواها بتنزل، كلها بتنزل، سواء الصفاره او البياضه. بعد كده يعني انا البيض كده كده اصلا هكون بستخدمه في اي حاجه تانية، يعني انا ده مش هرميه، هكون بستخدمه في كيك، في اي حاجه او اومليت اللي انت عايزه تستخدميه. لو انا هستخدم البيض اللي عايزه الون عليه، يفضل اجيب البيض الابيض، ده بيكون في التلوين احلى يعني. بعدين بجمع كل البيض ده طبعا هغسله كويس قوي، هغسله مره واتنين بميه جاريه، بكون بدخل الميه برده جواه وبشطفه مره واتنين، وبرده بحب اكون انقعه في خل عشان اي بكتيريا او اي حاجه تكون موجوده فيه يكون ما فيهوش اي حاجه لو العيال مسكوه ولعبوا بيه. وفي الاخر لازم طبعا بعد ما بغسله كويس قوي بسيبه ينشف، بسيبه في الهواء كده يكون بينشف والهواء بيدخل من جواه وينشفه كويس جدا. بالطريقه دي البيض بيبقى يلعبوا بيه، يلونوا بالوان فلوماستر، الوان ميه، الوان اي الوان، بيبقى جميل جدا. والفكره دي بحب اعملها في شم النسيم، العيال بالذات الاطفال الصغيره يكونوا بيلعبوا بيه كويس جدا. شايفين بنفس الطريقه. بص هو بياخد وقت شويه، يعني ايه، يعني هو مش تك هتخلصي مثلا 10 بيضات، لا هو بياخد وقت شويه، عايز بالراحه برضو، يعني مش عايز يعني انا طبعا لو عملت خبطات جامده البيضه كلها هتتكسر، فانا عايزه خبطات كذا خبطه ورا بعض، بس مش خبطات جامده، بسيطه. وبرده مش عايز، يعني انا عايزه اقول لكم انا كنت حاطه كرسي وقاعده، يعني ايه برضو مش عايزين لهوجه، فهي يعني عايزه هتعملي حاجه تعمليها بمزاج هي بس الفكره، هي في طبعا بيض بيتباع بره في عند محلات اللعب، بيض بيبقى بلاستيك. لو عايزين مثلا واحده ما تقولك انا ما عنديش طولة بال اقعد افضي البيض واغسله واديه للعيال، بس هي بتبقى جميل جدا ان هم طبعا بيقول لهم ده بيض حقيقي، ده بيضه حقيقيه، فبالراحه انا امسكها بالراحه، حتى بخلي العيال لما بيلعبوا يعني ايه هم بيبقوا مستمتعين ان ده بيض حقيقي، ده مش بلاستيك، ده مش حاجه هيفعصوها فتتفعس، لا دي بيضه حقيقيه. بيبقوا ماسكين البيضه وخايفين عليها ان هي تتكسر ويقعدوا يلونوا عليها. حقيقي جميله جدا جدا. انا عايزه اقول لكم انا نفسي مسكت بيض وقعدت الونه، متعه جامده جدا جدا، جميل قوي، والعيال بيستمتعوا فيها بشكل جميل جدا. هنا زي ما قلت لكم انا غسلت البيض كذا مره، يعني في ميه جاريه، وفي الاخر برضو انا حطيته في البوله هنا، وحطيت له شويه خل عشان بس اتاكد ان هو يعني كويس نقي جدا. وهنا بقى العيال دول بنات اخواتي فظاع، يعني عايزه اقول لكم الوقت ده كان يوم شم النسيم، طلعتهم بقى في البلكونه، قلت عشان ايه الارض دي ما تتبهدلش، فحتى ايه تبقى الدنيا محكومه، وطلعت لهم الوان الميه. عايزه اقول لكم يعني متعه رهيبه جدا جدا. عايزه اقول لكم كان شويه هيقسموا البيض، يعني كل واحد كان معاه كام بيضه اللي هيلونها،
وكل واحد عايز تخلص البيض عشان تاخد البيضه اللي وراها يعني. عايزه اقول لكم شكل البيض هتشوفوه معايا في الاخر، شكله جميل جدا، تحفه يعني. وقت ممتع جدا يعني، قعدت انا لو معاهم برضو يعني وقت جميل جدا، و بحاجات بسيطه جدا يعني، بنفس المكونات اللي عندنا في البيت، يقعدوا بقى العيال يطلعوا كل الطاقه اللي جواهم ويستمتعوا، ولحظات جميله جدا. وكل عيد وكل فرحه يا رب كده تملى بيوتكم كلكم. وبرضه قولوا لي في الكومنتات بتعملوا البيض لعيالكم ازاي؟ هل بتخلوهم بتفضوه وتخليهم يلونوه، ولا بتجيبوا لهم البيض البلاستيك الجاهز؟ برضو قولوا لي. عايزه اقول لكم البيض بالطريقه دي اي بيض ينفع يعني، هو خلاص بقى ناشف جدا، ينفع اكون بحتفظ بيه في علبه في اي وقت. شايفين لونوا كل البيض بقى كانوا ايه يعني، متعه. كل واحده بقى فاكره يعني ايه عملوا فن تجريدي كالوان، البيضه فيها كذا لون، شكلهم جميل جدا. عايزه اقول لكم كمان البيض في الاخر ينفع اكون بحطهم على طبق ديكور او في الليفينج او في الريسبشن، شكلهم جميل جدا، هما اللي عاملينه بنفسهم. فعايزه اقول لكم العيال بيبقوا فرحانين قوي بيه، وينفع استغل الشكل اللي هم عملوه في اوضتهم كديكور او حاجه هم عملوها، بيبقوا فرحانين جدا جدا بيها. اتمنى يكون الفيديو خفيف طريف عجبكم. لو وصلت لغايه هنا متنسوش تعملي لايك للفيديو وعشان يترفع بالشباب اكتر، واشوفكم فيديو جديد من اسلوب حياه. ربنا معاكم.